أو أن يتملك فرصته التاريخية. قد ما ضعفت أوروبا تاريخيا هي العدو رقم واحد لكل المنطقة ديال شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هي أوروبا. وأوروبا هي العدو رقم واحد ديال المغرب، هي من أضعفته قبل الاستعمار، هي من استعمرته، فالاستعمار قسمته إلى أجزاء، هي من سرقت أراضي كثيرة للمغرب وأعطتها إلى دول أخرى مجاورة فقط منعا للمغرب أن يعيد قوته وينجمي أيضا في قوة. تعرف أوروبا أن المغرب يمتلك جينات الإمبراطوريات، ويمتلك جينات الدولة الأمة، ويمتلك جينات الدولة القوية، وبالتالي كلما أضعفوا المغرب كانت قفازات. من امتى عمرها كانت المغرب قفازات لفرنسا في إفريقيا؟ من امتى؟ بدليل اش؟ بدليل أن فرنسا اقتطعت الصحراء الشرقية المغربية كلها وضمتها إلى مقاطعتها بشمال أفريقيا المسمى الجزائر. بدليل أن فرنسا نكايتها في المغرب 1960 أسست دولة جديدة بجنوب المغرب. بدليل أن فرنسا 1958 وقفت مع إسبانيا لتمنع دخول جيش التحرير الصحراوي المغربي، جيش التحرير المغربي، إلى الصحراء في 58. بدليل الموقف الفرنسي السلبي جدا من قضية الصحراء المغربية. بدليل أن فرنسا وقفت مع الجزائر ولا زالت تقف مع الجزائر ضد المغرب. بدليل ماذا؟ لو كانت المغرب قفازة فرنسا لا طردنا من الساحل كما طردت الجزائر. الجزائر هي قفازة، ما نقولوش قفازة فرنسا، نقولوا قفازة فرنسا الخشنة في إفريقيا هي الجزائر. وبدليل أنه ساعة خرجت فرنسا من الساحل لم تمضي حتى سنة واحدة خرجت الجزائر. وبالتالي الارتباط الميكانيكي والارتباط الأوتوماتيكي بفرنسا واضح. الشعب المغربي على راسي بصح حكمه الحرب مع من ستؤدي بنا إلى الحرب الحكومة المغربية؟ تؤدي بنا إلى الحرب مع الجزائر. إذا كانت الحرب مع الجزائر على خلفية الموقف الحكومة المغربية من الصحراء المغربية، مرحبا بهذه الحرب بيناتنا. لا الله يا ودي بالعكس. المغرب حاليا أعتقد في منذ الاستقلال ما كاينش واحد الانجماع بين المغاربة على الملكية كما هو اليوم نهائيا. منذ الاستقلال ديال المغرب أقوى لحظة سياسية تمكنت فيها الملكية في المغرب من حيازة الإجماع. سي سعيد دردشة عامة من حيازة الإجماع الوطني على الملكية هي اللحظة اللي احنا فيها. حرب الامتداد العسكري متوجد الوكالة. فهمتي؟ أقوى لحظة سياسية فيها الملكية هي اليوم، بكل ما كتعني الكلمة من معنى. نهائيا ما كاينش اليوم في المغرب حتى جماعة العبد الحسن اللي هي كانت أكبر جماعة سياسية معارضة وجدرية في المغرب، تلقاوها اليوم تتحدث بلغة مختلفة. وأعتقد أنه انتصار كبير للدولة في المغرب أن تنضم جماعة العدل والإحسان ذات التوجه الإسلامي الراديكالي الجذري الثوري سابقا، وتنضم اليوم في محاولة نراها كبداية محاولة للانخراط في العمل السياسي المغربي من داخل الشرعية. وهذا أعتقد أنه إضافة نوعية إضافة نوعية الأخ كريم يمكن حيت لك ستيل بغيت نابروفي التعليق ديالك ساعات